السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة سفرة طيبة. حبيت نشارك معاكم اليوم طريقة جديدة سهلة وسريعة باش نصنعوا بها الخبز في الدار. فالطريقة هذه منسحقوش فيها للعجنان وتضييع الوقت ونتحصلوا بها على خبز بنين. فما نطولش عليكم، نخليكم تكتشفوا المقادير وكيفية صنع الخبز هذا. فنبدأ على بركة الله. نسحقوا 375 جرام فرينة، مغرفة صغيرة ملح، مغرفة صغيرة سكر، 300 مليلتر ماء دافي، مغرفة صغيرة خميرة خبز. فنبدو نحطو السكر متاعنا اللي هي مغرفة صغيرة، يعني 5 جرام، نخلطوها مع الخميرة اللي هي ساشي متاع خميرة خبز. في صحفة نحطو الفارينة اللي هي 375 جرام، نزيدو لها 5 جرام ملح يعني مغرفة صغيرة، نخلطوهم ونضيفوا لهم الماء الدافي ونخلطوا بالطريقه هذه. ما نعجنوش الفارينه نتاعنا، نكملوا لها بقيه الماء للكاس هذاك باش نتحصلوا على 300 مليلتر، ونلموا تكون العجينه تتلصق شويه. نغلفوا الصحفه نتاعنا، وهذه استيوس باش نسرع الوقت للخمران العجينه. نحط ماء سخون ونحط فيه الصحفه هذه، نغلفها ونزيد عليها الطرشون هذيك ونخليها تتخمر من ساعه ونص لساعتين على حسب الحراره في الدار. بعد ما تتخمر العجينه هذيك نحطوا معنا فارينه تكون كميه بها شويه، ونقسموا العجينه على زوز، خاطر الكونتيتي هذه تعمل لي زوز خبزات. نقسموها ونبدو نشكلوا الخبزات بتاعنا بالطريقه هذه. هذه الخبزه الثانيه، كما تشوفوا حطيت رشيت عليها شويه فرينه وزينت الخبزات بتاعي، ونخليهم يتخمروا مره اخرى. في الوقت هذا شعلت الفور متاعي على 200 درجه شالور تورنونت حتى لين يسخن. حطيت فيه طبق الفور الاكحل فارغ حتى وسخنته كما تشوفوا، وخليتهم الخبزات بتاعي يضاعف الحجم بتاعهم. نبلهم شويه ماء بالشيطه بتاعي دو بلاش هكا، ونحط الخبزات بتاعي في الفور ونصب حكايه نصف إيترا ماء في طبق الفور الاكحل، ونخلي الخبزات بتاعي يطيبوا 200 درجه شالور تورنونت من 25 حتى 30 دقيقه. بالنسبه للفور نتاعي يكفيني 26 ولا 27، ف 26 تكفيني، 26 تكفيني 26 دقيقه. خليهم يطيبوا في عقلهم كما تشوفوا. طابوا الخبزات بتاعي، فنخرجوهم نخلوهم يبردوا شويه كما تشوفوا دوري كما يلزم. كما تشوفوا فقصيت خبزة كما تشوفوا انهم مهويين ويتقرمشوا وطريين من داخل. ان شاء الله تعجبكم الطريقة هذه وتجربوها وتشتركوا بالقناة اذا عجبتكم، والى اللقاء في وصفة اخرى ان شاء الله.